اليوم جبت لكم هذه الكيكه، حضرتها بطريقه مختلفه بطريقه تاعي انا، وتجي علامه روعه. انصحكم تجربوها. نبداو بسم الله. ما نوصل طريقه التحضير. في صلادين نجيبوا 4 بيض، نفصل البياض عن الصفار. البياض درت له رشه ملح وندربوه حتى يولي يصبح رغوي كيما هكا. هنا عندنا في كل حبه بيض قبلها 25 غرام سكر. نفرغوا السكر على 3 مراحل في نفس الوقت. انا ندربوا، لازم تدربوا مليح من تكملوا كميه السكر. ضربوا على اعلى سرعه حتى يديركم عنقر العصفور. من بعد نفرغوا الصفار وندربوه واحد دقيقه ونزيدوا الفرينه. هنا عندنا فرينه في كل حبه بيض عندنا 30 غرام فرينه. نفرغوا الفرينه تدريجيا على 3 مراحل ونخلطوا بهذه الطريقه باش من فوق لتحت. بعد ما خلطناها مليح نفرغوها في بلا يكون فيه بابي كويسون، ندخلوها في الفرن يكون مسخن من قبل 180 درجه. طيبوها 10 دقائق ماكسيموم طيب وخرجوها خلوها تبرد. في دوك راح نحضروا الكريمه. في صلادي درت 50 غرام سكر و70 غرام مايزينا وحبه بيض، خلطوهم مليح ودرت نص يوتر حليب في النار حتى يوصل درجه الغليان. بعد نضيفها الخليط تاعنا ونخلطه في نفس الوقت. نعاود نفرغ الخليط تاعنا في الكاسرول ونقعد نبقاو نخلطو فوق النار حتى يتقال ويغلي. طفوا عليه، زيدوا له معلقه صغيره لافاني ومعلقه صغيره مارغرين. خلطوهم مليح وخلوه يبرد، خلوه يبرد غايه. بعد ما يبرد مليح جبت هنايا طلعت الاولى شونتي، درت 3 بودره شونتي نطلعوها مع نص كاس ما، نطلعوهم مليح لازم تطلع ضربوها غير واحد 10 دقائق. ومن بعد ضربوا الكريم باتيسير تاعكم، ضربوها مليح حتى تولي ليس وخلطوا الكريمات مع بعض، خلطوهم غايه. بعد الرولي تاعي كنت حليته ومسحته كاع بالكونفيتور وعاود روليته وقطعته. هنايا نجيبو بول فيه الالمونتير وزدت له مسحته بالناباج وستفت كاع الفراوله كما تشوفوا، قطعتها شرائح وستفتها. وبديت ندير طبقه تاع كريمه وزدت طبقه تاع بسكويت اللي فريز اللي كانت مقطعه كيما هكا حتى تكملوا كامل الكميه. والطبقه الاخيره كانت طبقه تاع بسكويت. نغطوه ونخلوه ليله كامله. الغدوه من داك قلبته وقطعته وقدمته، يجي روعه. انصحكم تجربوه. نقول لكم مع السلامه، نتلاقاو ان شاء الله مع فيديو